يلا بينا نعمل التورتايه الحلوه دي. تورتايه جميله جدا وتزيين حلو قوي وبسيط وسهل مش معقد. يعني ممكن اي حد مبتدئ يعمل التزيين البسيط ده، وكمان تطلع معاكي تحفه جدا. ولو رحت اشتريتيها طبعا من اي محل بره، مش تشتريها بالجمال والتحفه ده. بجد طعمها كمان من جوه الكيكه هشه جدا وجميله قوي. لو قعدت معاكي آه، اسبوع في التلاجة هتفضل زي ما هي كأنك لسه عاملاها النهارده. اهم حاجه طبعا الاسبونج يبقى طبعا هش وخفيف. هقول لكم انا عملته ازاي، وطبعا ما عملتوش معاكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا اهم حاجه كنت عايزه اوصل لكم التزيين اللي احنا عملناه للتورتيه وعملناه ازاي، وبطريقه سهله جدا وبسيطه. عشان لو حابه تعمليها في البيت ممكن تعمليها بدل ما تشتريها من بره. الخامات دلوقتي بقت غاليه جدا، هي بتبقى مكلفه عندك في البيت بس مش زي ما انت هتشتريها من بره. لو جبتيها من بره هتبقى اضعاف اضعاف ما انت هتعمليها في البيت. يلا بينا نسمي الله. هنا انا عملت الكيك بتاعي السبونج بمقادير نص كيلو من السبونج الجاهز. انا عملت فانيليا قلت لك، لكن انا هحشيها بالجانيش شوكولاته. تمام، لان كانت طالباها عايزاها تورته بالشوكولاته، فعملت سبونج فانيليا وهحشيها بالشوكولاته من جوه. 6 بيضات ونص كيلو سبونج ابيض، او لو هتعمليها سبونج شوكولاته. تمام، ونص كوبايه ميه من الحنفيه ومعلقه خل، وحطيت فانيليا و6 بيضات طبعا، وضربتهم في العجان او بالمضرب الكهربائي لمده من 7 دقائق ل10 دقائق، لغايه ما احس ان القوام بتاعي عالي. كل ما يبقى معاكي طبعا الفولت بتاع الاداه الكهربائيه اللي انت تشتغلي بيها بيديكي نتيجه اعلى، بيديكي القوام بتاع السبونج اعلى. آم، لكن ما ينفعش طبعا اضربها من المضرب السلك العادي، ما ينفعش. فعملت نص كيلو وحطيته في الفرن درجة حرارة 180 على حسب درجة حرارة الفرن. انا قاعد معايا ساعة في الفرن. لو الفرن عندك يعني حامي، النار بتبقى شديدة، هتقعد معاكي من ساعة لربع نص ساعة. طلعتها وسبتها لتاني يوم لما تبرد. بشتغل بيها تاني يوم، بغطيها واسيبها لتاني يوم عشان ما تتفرولش مني. وبعد كده بشتغل فيها. قطعتها على ديسكات، ال4 ديسكات زي ما انتم شايفين، على المنشار اللي هو 8. وبدأت ان انا طبعا عملت الكريمة. اخدت مني كوبايتين من الكريمة، وحطيت عليهم 3 معالق من الكاكاو الخام، وضربتهم كويس جدا. بعد ما ضربت الكريمه البيضه حطيت عليهم كاكاو الخام وجيلي بقى شوكولاته ومعلقتين من النوتيلا عشان تديني طعم حلو جدا. وبدات ان انا اسقي الكيك بتاعي بسيرب حوالي كوبايتين ميه لكوبايه سكر، 5 دقايق على النار. وبعد كده بحط عصره ليمونه، نص ليمونه يعني نقطتين من الليمون كده، وفانيليا، 5 دقايق على النار. وبعد كده بطفيهم، وطبعا لما يبرد اشتغل بيه اسقي بيه الكيك بتاعي، بيبقى حلو جدا وبيديه طراوه، بيبقى طعمه جميل جدا. بدات طبعا انا احشي الرقات بتاعتي، الديسكات بتاعت التورته. خليت الاخر الطبقه الاول اللي هي اللي تحت، القاعده اللي تحت بخليها هي اللي فوق عشان تبقى مستويه وتبقى مسطحه كده، مش فيها اي مطبات كده. وبدات ان انا اقشر بقى الوش الخفيف دوت بالسكينه بتاعت المنشار. وبعد طبعا انا حشيتها كلها، وبقيت احط في الطبقات، بين الطبقات الكريمه مع جيلي شوكولاته كده. بتديها طعم حلو جدا. وبرده بسقيها من فوق، وابتدي بقى ان انا اجلسها من الطبقه الاولانيه عشان تاخد الفتات اللي هي بتاعه الكيكه كده، ما تطلعش في الكريمه وانا بزينها. بديها طبقه كده خفيفه. وبعد كده بحطها في الفريزر حوالي ساعة. او لو انت هتشتغلي بيها تاني يوم ممكن تجلسيها اول طبقة، وبعد كده تحطيها في التلاجة وتشتغلي بيها تاني يوم علشان تمسك نفسها وتعرفي تشتغلي بيها. ما يطلعش في ايدك الفتات اللي هي بتاعت الكيك في الكريمة وتطلع على الوش، مش تعرفي تشتغلي خالص بيها. تمام كده. ببتدي بقى ان انا اجلسها، وبعد كده هسيبها زي ما قلت لكم في الفريزر حوالي نص ساعة. وهبتدي بقى الطبقة الأخرانية دي، الآخر طبقة بحط بقى طبقة من الكريمة واجلسها كويس. طبعا عايزة طبعا طبقة محترمة كده علشان لما اشتغل بالسكرابر ملاقيش الكيك بتاعي بيظهر وانا بجلسها.
تمام تمام. هبتدي بقى بالسكرابر بتاعي، ابتدي اجلسها لغايه ما اخليها سطحها يعني ملمسها ناعم كده، مفيش فيها اي زي ما بيقولوا كده اي تجاعيد، يعني اي تكسير كده في التورته في الكريمه، تبقى ملمسها ناعم جدا وشكلها جميل جدا وانسيابي كده. ابتدي بقى ان انا اخد كده بالسكرابر امسحه، وبدي اخد من بره على جوه، من بره على جوه الطبقه اللي هي فوق. تمام. وباخد من الجوانب كده برضو امشي كده القاعده بتاعتي الدواره، وابتدي ان انا بالسكرابر، ولو لقيت بقى اي مكان ناقص ان هو عايز كريمه بحط له الكريمه، وابتدي ان انا اجلسها عادي. تمام. طبعا عملتها حشيها شوكولاته، الجناش شوكولاته من جوه، لكن هي لازم تكون عشان الالوان بتاعه الصور اللي انا حطاها بتاعت اليسا لازم تكون، ما ينفعش ان انا اعملها باللون اللي هو الكريمه تبقى شوكولاته، لازم تكون فانيليا. طبعا عشان العميله حابه ان هي تكون بتحب التورته اللي هو بحشو الشوكولاته، فحشتها لها من جوه الكريمه الشوكولاته. هنا عندي الالوان، حطيت اللون اللي هو اللبني ده كذا، ما تحطيش طبعا كتير علشان نقطه بنقطه لغايه ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها. لكن لو حطينا من الاول يعني كذا نقطه مع بعض ممكن تديني درجه خالص غير اللي انا عايزاها، فابتدي واحده واحده واغمق براحتي، عشان ما الاقيش اللون اللي انا عايزاه بقى درجة غامقة عن اللي انا عايزاه. ابتدي واحدة واحدة لغاية ما اوصل للقوام اللون اللي انا عايزاه. بدأت خلاص كده، انا خلصت اللون، ببتدي ان انا اخد طبعا بعمل الكريمة على اللون بتاع الصور، اجيب الوان متناسقة عشان تمشي مع التورتة زي ما انتوا شايفين اللون ده. ابتدي بقى اعمل بالتيب اللي هو بتاع اللي هو انا نسيت طبعا اوريه لكم في قبل ما احط الكريمه في الكيس الحلواني، اللي هو عامل زي النجمه كده بس المفتوح. تمام. اللي هو زي بتاع بلح الشام كده، بس الصغير مش الكبير. ابتدي اعمل بقى الشكل ده كده. تمام. طبق دورين من فوق بعض، وعندي الكريسبي اللي هو الابيض ده، ابتدي ان انا انطوره كده على التورته من فوق، يديني شكل كده حلو زي شكل التلج كده. وبرده هحطه في جوانب التورته، وفي الشكل اللي انا عاملاه اللي هو اللي من تحت في التورته. تمام. التزيين اللي هو اللون اللبني ده. بتدي بقى احط كده واحده واحده بايديا بالراحه، ولو عندك طبعا الملقاط اللي هو بيمسك الكريسبي ده، عشان ايدك لو انت مش متمكنه ايدك هتتخبط في الكريمه هتبهدل الدنيا. فبالراحه خالص تروحي حدفها كده على التورته. بديها كده زي اني بحطها عشوائي، مش بحطها بالترتيب ولا اي حاجه، تديني شكل حلو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وعندي بقى الصور دي بجيبها من على برنامج بنترست، وبنزلها على الموبايل، وبعد كده باخدها عند اي حد عند استوديو بتاع تصوير، وبحط وديها له ببعتها له وهو بيطلعها لي على المقاس اللي انا عايزاه. وبعد كده بفرغها وبتبقى بالشكل ده. طبعا حطيتها بقى في الخله، بلزقها في الخلة او خلة شيش طاووق، بقصها كده على حسب على المقاس اللي انا هنزل بيها في التورته في قاع التورته، وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اتمنى لو الفيديو عجبكم متنسونيش في لايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد. في حفظ الله، مع الف سلامه.